سلام البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، ولكن قبل ما ندخلوا في الوصفه ما تنسونيش من لايك ديالكم ولي كومونتير ولي طرو اسهل كيش ممكن تحضريه بدون عجن بدون دلك بحشوه سهله وسريعه. نبداو في تحضير الحشوه. عندي 200 غرام ديال صدر الدجاج، 150 غرام ديال البروكولي، جوج بصلات مفرومين، شويه د الملحه، شويه ديال بودره الثومه وشويه ديال البزار. في مقله غادي نوضعوا البصله ونحاولوا نشحروها بهذه الطريقه ونوضعوا لادند ديالنا، ودائما مع التحريك بهذه الطريقه نحركوا مزيان حتى تشحر لينا البصله ديالنا ويطيب لنا صدر الدجاج حتى يندمج لنا الكل. من بعد نضيفوا البروكولي ديالنا، ومن بعد دائما مع التحريك نستمروا في التحريك بهذه الطريقه. انا عطيتكم هذا الاقتراح وانتم ممكن تستبدلوه باي حشوه بغيتو، اي مكون ما كيعجبكمش ممكن تستغناو عليه، اي حاجه ممكن نضيفوها. ممكن تبدلوا صدر الدجاج بالكفته ديال اللحم او كفته ديال الدجاج، يعني اي مكون يعجبكم ممكن تضيفوه. ودابا ندوزو لاباراي. غنحتاجو فيها 2 بيضات، نص كاس ديال الحليب، معلقه كبيره ديال الدقيق الفرص، معلقه صغيره من خميره الحلويات. نوضعوا البيض ديالنا في هذا الاناء، وحنا اللي عنده ياغورت مسوس او الكريمه السائله ممكن يستغنى على الحليب والدقيق. انا هنا ما متوفرش عليهم، داكشي علاش درت نص كاس ديال الحليب مع معلقه ديال الدقيق الابيض. نحركو مزيان حتى يتخلطوا لنا المكونات جيدا بهذه الطريقه هذه. ومن بعد ندوزو نضيفو قبصه ديال الملح، نضيفو قبصه الملح، ونضيفو نص معلقه من بودره البصل، ونحركو بهذه الطريقه مزيان. وها لاباراي ديالنا واجده. دابا غادي ندوزو نلبسو المول ديالنا. غناخدو واحد المول وعندنا الورقه البسطيله. انا عندي هنا الورقه البسطيله منزليه صايبتها في الدار، ممكن ديروا ورقه الفيلو ولا ورقه البسطيله مشريه اللي عندكم ممكن تستعملوه. هنايا عندي شويه ديال الزبده والزيت اللي ذوبت. غادي ناخذ ورقه ديال البسطيله وغادي نحطها بهذه الطريقه هذه، وانا كندهن بالزبده والزيت. نوضع فوق منها ورقه اخرى حتى نلبس المول ديالي بهذه الطريقه هذه. ندهن الزبده وناخذ ورقه اخرى ونبدا نحطهم في الجوانب بهذه الطريقه، وانا كنطوي تنقدهم مع الاطار مزيان. الا بانت لي شي حاجه ما مقاداش ولا شي حاجه خصها تطوى نطويها بهذه الطريقه كما كتشوفوا. انا كنطوي بحال هكا وكنقاد، واللي بان ليا الا بانت لي شي حاجه ما مقاداش نقادها. وانا كندهن دائما بالاستعانه بالزبده والزيت باش كيعطينا واحد القرمشه وكتجي الورقه زوينه. ناخذ الورقه عاوتاني نفكها بحال هكا ونعاود نوضعها بحال هكا وانا كنطوي حتى نكمل المول ديالي ونلبسو بالورقه مزيان. نعاود ناخذ واحده اخرى ونوضعها بهذه الطريقه وانا كنطوي دائما وكندهن بالزبده والزيت. ناخذ واحده اخرى. الا بان لي شي مكان مازال خاصه الورقه غادي نعاود نضيف عليه ورقه اخرى حتى نكمل الورقه اللي عندي ويبان لي المول تغلف مزيان وشد راسو مزيان. دائما بالاستعانه بالزبده والزيت. صافي، من بعد ما لبسنا المول ديالنا مزيان وثبتنا عليه الورقه غادي نوضعوا الحشوه ديالنا بهذه الطريقه. نحاولوا نقادوها هكايا في الجوانب وفي الوسط، حنا تنقادو مزيان. ومن بعد ناخذ ديك لاباراي اللي صايبنا ونخبيوها على الخليط. في هذه المرحله الفران راه سخون، غادي ندخلو الكيش ديالنا وغادي نقصو عليه شويه بحال هاد الطريقه وندخلوه للفران.
هنايا ضفت شويه ديال الجبن، انا استعملت الموتزاريلا، ممكن تستعملوا اي جبن عندكم واي جبن كتفضلوا. من بعد ما طاب الكيش خرجناه وحطيته في صحن التقديم بهذه الطريقه. شوفوا البنات كي كيجي محمر، الورقه واقفه ومقرمشه. كنتمنى تجربوه ونال الاعجاب ديالكم. الفيديو ديالنا حتى لهنا تيكون سالا، الى فيديو قادم ان شاء الله.